هل حجوجة فعلا مطعم جامد ولا مش مستاهل الشهرة دي، وهل هيبقى زحمة كالعادة ولا لا؟ انا كان نفسي اروح المطعم ده من زمان، بس المشكلة فيه الزحمة. زي ما بيظهر في الفيديوهات كده ان الناس بيقولوا بيستنوا ساعة او ساعتين. انا رحت المطعم اول ما فتح الساعة 3 عشان الحق قبل الزحمة، والحمد لله ما كانش زحمة. كل القعدات الاول دور كانت تقريبا فاضية. كل الناس اللي كانوا موجودين كانوا قاعدين في الصالة عشان التكييف، ولقينا ترابيزة على طول، ما استنيناش ولا حاجة. طلبنا الاكل، قالوا لنا ممكن ياخد لغاية نص ساعة، لكن الاكل نزل بسرعة، يعني تقريبا ما خدش اكتر من 10 دقايق. عجبني الاصناف اللي في المنيو عندهم مش كتير قوي، هم مركزين على اصناف معينة. بعد لما تطلب الاوردر بتاعك بينزل لك عيش سخن، ومية السلطة بتاعتهم دي فري. عجبني ان هم حاطين اللوجو بتاعهم على المناديل والكفر والاطباق وكل حاجة. اول حاجة نزلت شوربة لسان العصفور، كانت طعمها جميل جدا وملحها مظبوط. بعد كده الرز المعمر بالقشطة ده روعة، لازم تجربوه من عندهم. ده طاجن اسمه طاجن برام برج الحمام، بيبقى حمامة محشية رز، وبيجي معاها رز بالكبد والقوانص. الحمام كان عادي، الرز بالخلطة كان شغال. نيجي بقى للمهم واللي انا رايح عشانه، اللي هو منابل عمدة. بيبقى نفر لحمة مع رز مبهر عليه لوز وزبيب. اللحمة كانت روعة، كميتها كويسة جدا ونظيفة ودايبة. اضافة اللوز والزبيب حلو قوي للرز، لكن الرز نفسه البهارات بتاعته ما عجبتنيش، مش ذوقي. الملوخية كمان عندهم خطيرة جدا. البطاطس المقلية دي بقى خطيرة، متقطعة تقطيع سميكة كده، ودي من الحاجات اللي ممكن تخليني اروح الحجوجة مخصوص عشانها. السجق المحمر بالزبدة ده كان برضو روعة، وخصوصا مع حتة الفلفل كده، تحطهم في حتة عيش وعليهم شوية طحينة وادعيلي. المطعم يستحق التجربة، اسعاره عالية شوية بس اكله خطير والخدمة سريعة. دي كانت تجربة حجوجة. سلام.